في عالم التكوين المهني، تبرز مهنة طلاء الحروف والزخرفة كواحدة من المهن الفنية الدقيقة التي تجمع بين الإبداع والدقة والحرفية العالية. يعد هذا التخصص فرعاً مهماً من فروع الفنون التطبيقية، حيث يكون المتربصون على أسس علمية وتقنية لاكتساب كفاءات عملية تمكنهم من التميز في سوق الشغل. تعنى مهنة طلاء الحروف والزخرفة بإعداد اللوحات الإشهارية واللافتات التجارية والجداريات باستخدام تقنيات متنوعة مثل الطلاء اليدوي أو الطباعة أو حتى الرسم الجداري الرقمي، مع الالتزام الصارم بالمعايير الجمالية والوظيفية. خلال فترة التكوين، يتعرف المتكون على مبادئ تصميم الحرف وقواعد التكوين البصري واستخدام الألوان وأساسيات الزخرفة التقليدية والعصرية. ويرافق هذا التكوين الجانبين النظري والتطبيقي، مما يعزز من كفاءة المتخرج ويجعله قادراً على تحويل الأفكار إلى أعمال فنية متقنة وفعالة في التواصل البصري. ولأن سوق العمل في حاجة إلى مهارات متجددة، يواكب هذا التخصص التطورات التكنولوجية ويتيح فرصاً واسعة للعمل الحر أو إنشاء ورشات متخصصة أو حتى مواصلة المسار الأكاديمي في مجالات الفنون البصرية والتصميم. إن طلاء الحروف والزخرفة ليس مجرد مهنة، بل هو مجال إبداعي يحمل رسالة جمالية ووظيفية في آن واحد، ويعد مثالاً حياً على تكامل التكوين المهني مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي. كان معكم الأستاذ سليم منصورية. اختصاص طلاء الحروف والزخرفة. نؤمن أن الحرفة ليست مجرد مهارة، بل هوية تعبر عن الإبداع والدقة والانتماء. اجعلوا من فنكم رسالة، ومن موهبتكم سلاحاً للبناء والجمال. لا تتوقفوا عن التعلم، فالمستقبل لمن يتقن ويبدع. ولا تنسوا تدعيمنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دعمكم هو حبر استمراريتنا وزخرفة عطائنا. شكراً لثقتكم، وإلى لقاء قريب في عالم الحرف والفن الأصيل.